military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. المشهد اللي انت شفته ده يا صديقي يبقى الاول من نوعه، سابقه ما حصلتش في التاريخ قبل كده، ان رئيس دوله يدخل البيت الابيض ويتهان الاهانه دي. ترامب وجيدي فانس النائب بتاعه مسكوا زيلينسكي قدام الكاميرات وبالبلدي كده عملوا من وشه جزامه، الراجل ما كانش عارف يكمل جمله حتى، كل ما يتكلم يقطعوه، وبعد ما خلصوا اهانه فيه راحوا طردوه خالص من البيت الابيض وطلع ركب طيارته وامطر على اوكرانيا. طيب ايه الحكايه؟ وليه ترامب كان متعصب قوي كده لدرجه انه يعمل التصرف ده قدام عدسات المصورين؟ وايه اصلا اللي ودى زيلينسكي في التوقيت ده للولايات المتحده؟ طب ايه هي صفقة المعادن اللي هتنهي الحرب الروسية الأوكرانية؟ ده اللي هنلخصه مع بعض في حلقة النهاردة من الخلاصة. في الأول كده حابب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، ويا رب يعود عليكم كل الأيام بخير. يوم الجمعة 28 فبراير زيلينسكي كان في زيارة لواشنطن عشان يقابل ترامب ويحطوا اللمسات الأخيرة في اتفاقية المعادن اللي هتنهي الحرب. قبل اللقاء بتاعهم الأجواء كانت متوترة، يعني بالبلدي كده الاتنين كانوا بيتلككوا لبعض. ترامب قال إن الشرط الوحيد اللي هيخليه يستقبل الراجل ده عنده في البيت الأبيض هو إنه يجي وفي إيده الاتفاقية عشان يوقع عليها، غير كده مش عايز أشوف وشه. والسبب اللي مخلي ترامب إن هو مش بيطيق زيلينسكي هو دعم زيلينسكي للديمقراطيين فترة الانتخابات الرئاسية السنة اللي فاتت. الديمقراطيين هم اللي كانوا مروقين على أوكرانيا صفقات تسليح بالمليارات ومش عايزين فلوسها منهم دلوقتي، لما يا عم يبقى معاك فلوس يبقى سدد. جو بايدن كان فاتحها معاهم على البحر، عشان كده زيلينسكي وقت الحملة الانتخابية كان بيقعد يغلط ويشتم في ترامب ويقول للشعب الامريكي انتخبوا كامالا هاريس. وبعد ما ترامب مسك الحكم بقى بيكلموا من تحت ضرسه وطالبوا اكتر من مره ان هو يرجع 350 مليار دولار اللي هم ثمن الدعم والتسليح اللي سلمتهم الولايات المتحده لاوكرانيا في بدايه الحرب. المهم جه عمنا زيلينسكي يوم الاربعاء قبل ما يسافر واشنطن كده وخطب في وسط شعبه وقال لهم ما تخافوش، احنا مش هندي امريكا حتى 10 سنت، يعني مش مكمل نص دولار. طب ليه يا عم زيلينسكي؟ ده دول هم اللي واقفين جنبك في بدايه الحرب. قال لك لازم الولايات المتحده تدينا ضمانات الاول ان هم هيكملوا ويقفوا في ظهرنا. وبالفعل يسافر زيلينسكي لواشنطن ويستقبله ترامب في البيت الابيض ويبدا المؤتمر الصحفي وعينك ما تشوف الا النور. وبدا ترامب كلامه انه يتريق على زيلينسكي وقال لك ازاي بقى انا عايز اعقد سلام مع بوتين ومش بسيب لقاء صحفي الا لما اطلع واتريق عليه؟ دي كده مش دبلوماسيه، انت بتحرج بوتين قدام شعبه. وهنا يدخل جيدي فانس نائب ترامب ويقول له بص يا عم زيلينسكي، سيبك من الشعارات الكدابه والفشخره اللي انت جربتهم بقالك 3 سنين واللي كان بيشجعك عليهم بايدن، اديك شفت النتيجه، بلدك اتدمرت وخربت، فخلينا بقى نشتغل بالدبلوماسيه وهي اللي هتنهي الحرب. راح زيلينسكي قطعه ورد عليه رد الصراحه فاجئني. يمكن كل الناس سلطت الضوء على الخناقه وعلى بالتحديد يعني تهزيء ترامب، لكن ما حدش عرض الرد بتاع زيلينسكي. اسمع كده. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact 2015. 2014 is 2014. Yeah. So الراجل قال لهم دلوقتي بوتين محتل جزيرة القرم من 2014 وعدى على الموضوع ده أكتر من 3 رؤساء أمريكان، أوباما وترامب وبايدن. يعني أنت يا ترامب كنت موجود لما هو احتل أراضي أوكرانية وما قدرتش تعمل أي حاجة. ترامب سمع الرد بتاعه وراح تلعثم وقال له لا ده في 2015. قاموا الناس المساعدين بتوعه صححوا له المعلومه. راح على طول اتدخل جيدي فانس وحاول ينقذ الموقف. قال له بعد اذنك بقى يا عم زيلينسكي، انت جاي في قلب المكتب البيضاوي وقدام وسائل الاعلام الامريكي وتقلل مننا؟ ده انت المفروض تشكر الرئيس انه بيحاول يتدخل في الصراع ويحل الازمه. لسه زيلينسكي بيرد عليه ويقول له يا عم انت بتعلي صوتك عليا ليه؟ راح ترامب جاب اخره وقال له بقول لك ايه بقى، احنا ما سمعناش منك كلمه شكرا من بدايه الحرب، ده احنا البلد الوحيده اللي وقفت جنبك وانت كده بتنكر الجميل. وتعصب جدا والدم كان بيفط من عروق لدرجه انه مسكه من دراعه وشويه وكان هيمد ايده عليه. حتى بص كده. Military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military, زي ما شفتوا كده الراجل جاب اخره وقال له يتوقع على اتفاقيه المعادن يدخل في داهيه. طب ايه هي اتفاقيه المعادن اللي عمالين يتكلموا عليها دي؟ بص يا صديقي،
في قاموس ترامب مفيش حاجه مجاني، معاك فلوس هيخليك تطير في الجو. واوكرانيا خدت مساعدات واسلحه في فتره حكم جو بايدن وصلت لاكتر من 350 مليار دولار، كل ده ببلاش. فترامب عايز الفلوس دي دلوقتي حالا. طب يا عم ترامب، دلوقتي البلد عباره عن خرابه اصلا، واهلها هاجروا وطفشوا بسبب الحرب، وكمان بنوكها مفلسه، هيجيبوا لك فلوس منين دلوقتي عشان يسددوا اللي عليهم؟ فترامب قال لك طب ما انا عارف، بس انا عندي حل حلو. اوكرانيا مليانه ثروات طبيعيه ومعادن نادره، لحد دلوقتي محدش نقب عليها. المعادن دي بقى تلزمني، وبحسب صحيفه الجارديان المعادن اللي موجوده في ارض اوكرانيا تعتبر مكونات رئيسيه في صناعات زي التيتانيوم والالكترونيات وتوربينات الرياح والاسلحه الحديثه وغيرها كتير من الصناعات المتطوره. وزيلينسكي عشان فاهم ده فهو بيحاول يهرب من الاتفاقيه بكل الطرق، ولما ترامب فهم اللي بيعمله قام قلب عليه وشده قدام الكاميرا وسال الاعلام. بعد اللي حصل النهارده ده اتوقع امريكا هتشيل ايدها عن اوكرانيا وهتدي بوتين الضوء الاخضر للدخول للعمق الاوكراني، وممكن بوتين خلال الشهرين دول يوصل لحد العاصمه كييف. وفي النهايه لو وصلت معانا لاخر الفيديو بشكرك على متابعتك لينا، ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك في القناه، وما تنساش تفعل زرار الجرس عشان توصلك الخلاصه. سلام.